الزول لاباس عليكم كي دايرين اموركم مزيان. شوفوا لي هاد التعليكه وشوفوا لي هاد التبقبيقه وشوفوا لي هاد اللون. طاجين سوسي مغربي ان شاء الله باسهل طريقه، والبنه فيه روعه، واهم حاجه انه فيه واحد السر اللي غيخلي المذاق مضوبل. كل ما كنحتاجوا ليه الدجاج طبعا اللي يكون مغسول مزيان منقي مزيان. انا درت خلط ما بين الفخاد والصدر والجناوح، نتوما ديروا اللي كاين عندكم. بالنسبه للعطريه كنحتاج معلقه كبيره ديال الخرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال الملحه، وشويه ديال البزار، ومعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، وجوج معالق كبار ديال زيت البلديه. كنخلط هادشي مزيان حتى يتجانس مع بعضياتو، كنخليه واحد شويه على جنب. في طويجين غادي ندير شويه ديال زيت البلديه، وغادي نضيف له واحد نص بصله هكا مشلضه. من بعد غادي نزيد الدجاج اللي خليته يرقد شويه، وغادي نستفو في الطاجين. وهذاك هاد الماء هذا، هاد العطريه عفوا اللي كتبقى لتحت، زدت لها واحد شويه ديال الماء، هو اللي غادي نروي به. صافي ما غاديش نزيد نهائيا الماء، راه الدجاج والبصله غيطلقوا الماء ديالهم مع هاد الماء اللي زدت. وغادي نخليه يتشحر مزيان. من بعد ما يتشحر غادي نقلب الدجاج للجهه الاخرى، ونخليه عاوتاني يتشحر واحد شويه. من بعد غادي نضيف البصله اللي قطعتها دواور، وغادي ناخد شويه ديال شي حفينه ديال الزبيب اللي غسلتها مزيان ورقدتها واحد شويه، هي اللي غنضيفها في الوسط. وغادي نزوق بالليمون. الليمون هنا غسلته مزيان مزيان بالبيكربونات، وشللته مزيان، قطعته دويورات، وحيت منه. اهم حاجه انكم تحيدوا منه العظم باش ما يطلقش ديك المروره ديالو. غادي نستفو من لهنا. ومن بعد غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال العسل ولا السكر سنيده اللي متوفر عندكم، وواحد الرشيشه كبيره ديال القرفه. وغادي نسد عليه وغنخليه يطيب على المهل، شميعه شميعه، العافيه تكون شميعه، وتخليه يطيب على خاطر خاطرو. الطاجين اهم حاجه في الطاجين الا بغيتيه يجيك معلك ومزيان انه يطيب على المهل. هنا أنا ديجا كنت زوّقته شوية بالزنجلان، عندك اللوز ديريه. المهم أنا كان عندي غير الزنجلان ودرتو واحد الرشيشة خفيفة ديال القزبر. والسر المهم في الطاجين ديال الليمون هي هاد اللقطة هادي، أنه كندير في هاديك جوج دقايق 3 دقايق الأخرى اللي غيطيب فيها الطاجين، كندير واحد العصرة ديال الليمون، وكنخليه يتشمر هكا ويتغمر، كيجي المذاق هائل وبنين بزاف. ما تتخيلوش انك راه زايده فيه الليمون وكيعطي ديك المروره، بالعكس ما كيبانش كاع المروره ديال الليمون، وهائل في المذاق. هذا هو السر اللي كيخليه معلك والمذاق ديالو مضوبل. من هنا طابليه نيشان، وهذا هو الشكل ديالو النهائي. وشوفوا لي التعليكه ديال المريقه ديالو كيجي لذيذ بزاف. الى عجبكم الفيديو كنتمنى تشاركوه مع صحابكم، ديروا لي لايك وتعليق وتشتركوا بالقناه. بسلام عليكم.